بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، المشاهدون الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامج محكمات. ونقف بإذن الله سبحانه وتعالى اليوم مع آية من كتاب الله تبارك وتعالى، وهي تندرج أيضا ضمن هذا البرنامج، برنامج المحكمات، وهو الذي نحاول إن شاء الله أن نقف من خلاله على الآيات التي تشكل معاني وقواعد أساسية في هذا الدين العظيم. ونقف اليوم إن شاء الله مع آية يمكن أن نقول عنها بأنها آية الصيام في سورة البقرة، الآية 183. يقول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه الآية من الآيات العظيمة في كتاب الله سبحانه وتعالى، وافتتح بها آيات يمكن أن نقول عنها بأنها آيات الصيام في سورة البقرة، وهي مجموعة آيات بدأت بقوله يا أيها الذين آمنوا. ونقف إن شاء الله مع هذه الآية في عدة وقفات نستبين إن شاء الله من خلالها المعنى العظيم لهذه الآية والقاعدة الكلية التي نحاول إن شاء الله أن نكرسها في هذا البرنامج. كلنا يعلم، وأمة الإسلام على وجه التحديد، بأن الصيام فرض من فرائض هذا الدين وركن من أركانه. ثبت بكتاب الله من خلال هذه الآية، حيث إن قول الله تبارك وتعالى كتب تعني فرض ووجب، ومع بعض الاختلاف حول مفهوم الفرض والكتابة أو الكتاب أو الكتبة في كتاب الله سبحانه وتعالى، فإن عبارة كتب تختلف عن عبارة فرض أو فرض، في أن القضايا التي لا تتقبلها النفوس بشكل تلقائي أو يكون فيها شيء من العنة والمشقة وما تكرهه النفوس عموما، نجد أنه يرد بصيغة كتب. الله عز وجل يقول كتب عليكم الصيام وكتب عليكم القتال، بينما القضايا التي فيها نوع من المتعة ونوع من ما تحبه النفوس كالصدقات مثلا يقول فريضة من الله، إنما الصدقات للفقراء والمساكين، بعد ذلك يقول فريضة من الله. فهذه بعض الخلافات بين أو الاختلاف اللفظي الذي له دلالاته على كل في كتاب الله سبحانه وتعالى، ولكن هو ثبت بكتاب الله في هذه الآية، وثبت كذلك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم بحديث جبريل الذي جاء فيه بني الإسلام على 5، منها وصوم رمضان أو صيام رمضان. وكذلك ثبت بإجماع أمة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الصيام من القضايا المجمع عليها، وليس بين أهل الإسلام خلاف في أنه فرض وأنه ركن من أركان هذا الدين. إذن هذه منزلة الصيام. ومن خلال هذه الآية الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا، وهو من التكاليف الإيمانية. يعني عندما نسمع النداء بيا أيها الذين آمنوا وما يرد بعدها من تكاليف، فهي تكاليف أهل الإيمان، بأن الإنسان لا يصح منه هذا النوع من الأعمال إلا بأن يدخل الإسلام ويكون جزءا من أهله. وبالتالي لا يصح صيام صائم دون أن يكون من أهل لا إله إلا الله، ولئن فعل ذلك فإنما هو الجوع والعطش فقط، وليس له من الأجر شيء. وبالتالي الله سبحانه وتعالى في هذه الآية يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. والصيام في حقيقته هو الامتناع، في اللغة يعني الامتناع، سواء كان امتناع عن أكل، امتناع عن شراب، امتناع عن كلام، كما جاء في سورة مريم عن لسان كذلك مريم عليها السلام: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فعلى كل الامتناع عن الكلام، سواء كان ذلك من مقتضيات صيامهم أنهم إذا صاموا كانوا يمتنعون عن الكلام، وهذا بالنسبة لنا ليس موجود، أو كان أيضا هو امتناع عن الكلام ابتداء. على كل عبرت عن إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا.
ولكن بالنسبة للصيام في الشريعة، أولا كان الصيام معروف لأهل الجاهلية، معروف للعرب، سواء عرفوه من خلال أهل الكتاب الذين كانوا يصومون، أو عرفوه كذلك من بقايا على كل ما ورثوه من ملة إبراهيم عليه السلام، فهم كانوا يعرفون معنى الصيام بدليل قوله تبارك وتعالى: كتب عليكم الصيام. فهنا الألف واللام بمعنى أن الصيام معهود عندهم. وكذلك ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته كانوا يصومون العاشوراء. فعلى كل مسمى الصيام عندهم معهود. ولكن أيضا جاءت الشريعة وجاء التفصيل النبوي والبيان النبوي ليبين طبيعة هذا الصيام وكيفية هذا الصيام. فهو في تعريفه الشرعي أو في تعريفه الاصطلاحي هو امتناع عن الطعام والشراب معاشرة النساء من توقيت معين، وهو طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، بنية التقرب لله سبحانه وتعالى. فمن امتنع عن الطعام وعن الشراب من لحظة طلوع الفجر إلى غروب الشمس وهو يقصد الامتناع عن ذلك تعبدا وتقربا إلى الله سبحانه وتعالى، فإنه يعد صائم في الشريعة. ولكن لو افترضنا أن شخص امتنع عن الطعام وعن الشراب ولكن ليس بنية التعبد، إما لأنه عاجز ما عنده شيء، يعني لا يجد ما يأكله ولا يجد ما يشربه، وإما أنه يريد الاستشفاء بذلك، يريد أن والله يتطبب بهذا الموضوع كالصيام الجزئي الذي يمارسه بعض الناس، فإن هؤلاء لا يطلق عليهم بأنهم في الشريعة في حالة الصيام. ولكن الصائم شرعا سواء كان صيام فرض أو صيام نفل، فإنه يدخل في حالة امتناع من لحظة معينة، توقيت معين إلى توقيت محدد. وفي هذا التوقيت يمتنع عن 3 أشياء مهمة جدا: عن الطعام وعن الشراب وما في حكم الطعام والشراب، وكذلك يمتنع عن الجماع أو معاشرة النساء. إذن كتب عليكم الصيام، أي هذا الذي ذكرناه بهذا التعريف هو مكتوب علينا، مفروض علينا، كتبه الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا الله سبحانه وتعالى يقول: كما كتب على الذين من قبلكم. هذه سبحان الله فيها دلالات لطيفة جدا بأن الصوم مما لا تستسيقه النفوس، يعني الامتناع عن الطعام والشراب ليس أمرا تحبه النفوس. الإنسان يحب أن يأكل، يحب أن يشرب، يحب أن يعاشر النساء، هذه من الأشياء المحببة للنفوس، ولكن الصيام يقطع عنك ذلك. فهذا فيه نوع من الاستيحاش، يعني فيه نوع من الوحشة. فتجد هنا الله سبحانه وتعالى قال: كما كتب على الذين من قبلكم، أي أن هذا الأمر الذي كتبناه عليكم هو أمر معهود ومكتوب منذ آدم عليه السلام وإلى محمد عليه الصلاة والسلام. فهنا كأنما الإنسان يندرج في مسيرة السالكين إلى الله سبحانه وتعالى والسائرين على هذا الدرب، ولا يستوحش في هذا الطريق، إنما هو طريق مسلوك من قبل. ولكن أيضا فيه لفتة أخرى، وهو هذه للخواص الذين لا يستوحشون، ولكن بالعكس هم يتطلعون إلى أنه ما من سابقة خير وما من عمل صالح سبقوا به إلا وهم يريدون أن يكونوا جزءا منهم. فعندما يقول الله سبحانه وتعالى: كتبناه على السابقين، فكأن أهل الإيمان يقولون: كيف يسبقنا على فضيلة من السابقين ونحن لا ندخل فيها؟ فهذا معنى تحفيزي أيضا. فهنالك معنى تحفيزي في الاتجاه الإيجابي، ومعنى تحفيزي في الاتجاه أيضا نفي الاتجاه السلبي. كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لسائل أن يسأل: إن والله يا رب لماذا فرضت علينا هذا الأمر؟ لماذا هذا الصيام الذي فيه مشقة وفيه تعب، ونحن ندرك بأن الصيام متعب بطبيعة الحال؟ ولكن الله سبحانه وتعالى يقول: لعلكم تتقون. فالتقوى المرادة هنا في هذا الموضوع هو الامتناع عن المعاصي، والامتناع عن الذنوب، الامتناع عن الشهوات، الامتناع عن الشبهات، الوقوف عند حدود الله تبارك وتعالى، عدم إضاعة حقوق العباد إلى غير ذلك. لأن التقوى في الشريعة في مقابل العدوان، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالله سبحانه وتعالى في هذه الآية لخص لنا غاية الصيام في التقوى. ولكن نلاحظ أن التقوى تورث الخشية،
والتقوى تورث المراقبة، والتقوى تورث كذلك التحرير من الشهوات بشكل عام والاستعباد للرغبات الداخلية. فالإنسان الذي يستعبد ويكون أسيرا لشهوته، أسيرا لطعامه، أسيرا لشرابه، أسيرا لمعاشرته للنساء، فإنه شكل من أشكال الاستعباد والسيطرة. ولكن الصيام يحرر الإنسان روحيا ويحرره جسديا من كل ذلك، فيرتقي في مقامات عليا وهو مقام الصابرين، لأن الصيام من الأشياء التي تندرج في باب الصبر، والصلاة تندرج في باب الذكر كما ذكرنا في حلقاتنا السابقة. والصبر هنا سنلاحظ بأن الله سبحانه وتعالى لما أدرج الصيام في باب الصبر إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، فحساب الصيام على الله سبحانه وتعالى. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم، يقول الله في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم لي له إلا الصيام أو إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. أي أن جزاء الصيام لأنه من أبواب الصبر، فإن الصابر أجره يوفاه عند الله بغير حساب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الصيام وأهل القيام وأهل الذكر وأهل التقى، وأن يجعلنا ممن يحققون مقاصد الصيام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.